بصي، لو انت لسه جايبه عربيه جديده او لو انت حتى لسه جايب عربيه جديده ومبتدئ وما تعرفش ازاي تحافظ على عربيتك او على موتور عربيتك، فانا في الفيديو ده جاي علشان اعرفك ازاي تاخد اطول عمر افتراضي للعربيه بتاعتك وما تقفش بيك في وسط الزحمه. بص يا صديقي، احنا النهارده هنتكلم عن اساسيات مش شكليات. كل المطلوب منك لو انت لسه واخد عربيه مستعمله، هتروح لفني الريداتير وتقول له انا عايز اعمل كبس لدوره الميه جوه الموتور عندي. لو عندي اي طبه بايظه اغيرها، طبه ميه. لو عندي اي كوعه بايظه اغيرها، ولو عندي الريداتير بايظ اغيره. ولو كل حاجه سليمه فهعمل دوره تنظيف للريداتير. ودي بسم الله الرحمن الرحيم علشان اخد موتور ما يوقفش بيا في الحر او في وسط الزحمه. الكلام ده ليك او ليها. بعد كده مطلوب منك طبعا انك تحط درجه الميه الخضراء او الحمراء المطلوبه في كتالوج عربيتك. وبالمناسبه، الفرق بين الميه الخضراء والحمراء مش الوان، دي ليها تركيبه كيميائيه ودي ليها تركيبه كيميائيه. خلصت كشف على الرادياتير وخلصت كشف على دوره التبريد بتاعه الموتور الاساسيه، هطلع على فني الميكانيكي واطلب منه انه يراجع لي على الميكانيكا بالكامل، سواء عندي سير محتاج يتغير، سير كتينه لو الكتينه عندك كاوتش مش بنزير، رشاشات، بوجيهات، دينامو، اي حاجه ممكن لا قدر الله توقفك فجاه. ولو عندك لمبه التشيك منوره، استاذنك تروح تكشف على الجهاز وتعرف ايه السبب ان لمبه التشيك عندك تبقى منوره وتعالج المشكله، لان ممكن يكون بدايه حساس اكسجين سنسور او حساس كامه او حساس كرنك، وساعتها ده هيوقفك في نص الطريق من اي مشوار انت رايحه. وغير الزيت والفلتر للموتور، وغير الزيت والفلتر لو الفتيس اوتوماتيك، وغير الزيت بس لو الفتيس مانيوال. وابدا انت عد الكيلومترات بتاعتك، ما تمشيش ورا البايع لو هو قال لك انا لسه مغيرهم. ابدا انت بورقه وقلم احسب سير الدينامو هيتغير امتى. اخر حاجه وحاجه مهمه جدا، حاله فرد الكاوتش سواء انت او انت. لو فرد الكاوتش محتاجه تتغير، اتصرف وغيرهم حتى لو هتستلف. صدقني دول بسببهم ممكن لا قدر الله تخسر حياتك. وابقى انا كده النهارده قلت لك على اهم 3 اساسيات في العربيه، لو رجعت عليهم وحكمتهم صح مستحيل لا قدر الله العربيه تعطل بيك في اي وقت او تقف بيك في الزحمه وضغط الحر. وكل المطلوب منك وانت نازل الصبح بدري ماشي بعربيتك، او لو انت اللي نازله الصبح بدري ماشيه بعربيتك، ارفعوا مقياس الزيت، اطمنوا على منسوب الزيت، اتاكدوا من منسوب الميه، ودوروا وتوكلوا على الله ان شاء الله امنين. وكان معكم النهارده احمد السويسي، اول باول فيديو جديد عن عرض جديد ومعلومه جديده. فعلشان يوصل لكم كل جديد اعملوا اشتراك للقناه، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. سلام.